بص يا سيدي، فيديو النهارده يبقى فيديو مهم جدا لان احنا النهارده هنشرح الشورت كاتس. لو انت بتمنتج فيديو طويل مدته ساعتين 3 وفيه قطات كتير او بتستخدم ادوبي بريمير كتير، فاكيد الشورت كاتس هتبقى مفيده جدا ليك وهتسرع عمليه الانتاج بالنسبه لك. فقبل ما اخش في الفيديو كده عايز اعرفك ايه هي الشورت كاتس. الشورت كاتس ده عباره عن رموز في الكيبورد بدوس عليها فبتعمل لي اوامر معينه جوه برنامج ادوبي بريمير. ايه هي شورت كاتس؟ تعالى يلا نشوفها. اول شورت كاتس معانا لو احنا مثلا عملنا كات في الفيديو عادي وعملنا شويه لعب في الكيبورد واكتشفنا ان احنا غلط، هندوس على كنترول زد. فلو دوسنا على كنترول زد هنلاحظ ان احنا بنرجع للفيديو باصله. طيب لو انا دوست على كنترول زد بالغلط مثلا وعايز ارجعها تاني فهدوس شيفت كنترول زد، فهلاحظ انها رجعت لي الفيديو من قبل ما اضغط على كنترول زد. طب تاني شورت كات معانا، بص يا صاحبي، تخيل معايا انك بقالك ساعتين شغال على برنامج مونتاج بتعمل بروجكت كبير، وفجأة من حيث لا تحتسب نور قطع، اللاب فصل، البرنامج عمل كراش وقفل. تخيل اي حاجه، وقتها ايه اللي هيحصل؟ فيديو مع السلامه باي باي وكل اللي انت عملته راح. فتالت شورت كات هيحل لنا المشكله دي، وهو ايه؟ وهو الكنترول اس. كنترول اس ده بيعمل ايه؟ بيسيف البروجكت عادي جدا. دوست على كنترول اس كده البروجكت اتسيف. فانت لما تفتحه من ملف بريمير اللي انت عملته في اللوكيشن من اول ما عملت البروجكت، هيفتح البروجكت باخر تعديل من قبل ما كنت تضغط على كنترول اس. حركه صايعه جدا، وما تنساش تدعي لي لو البرنامج عمل كراش معاك وانت كنت ضاغط على كنترول اس. رابع شورت كات، تخيل مثلا لو انت عايز تحدد الفيديو ده مع الفيديو ده، تحدده ازاي؟ تحددهم ده مع الفيديو ده، يا اما هتحددهم كده وده مش هينفع. طب هتدوس ازاي؟ هتدوس على شيفت وهتضغط على الفيديوهات اللي انت عايز تحددها بكل سهوله. شورت كات سهل بس هيوفر عليك وقت. خامس وسادس شورت كات معانا اللي هي البلس والماينس. البلس دي بتزود مساحه التايم لاين او بتزود مساحه الفيديو في التايم لاين، والماينس بتقلل مساحه الفيديو في التايم لاين، بتزود بتنقص. طيب لو انا عايز اكبر طول او ارتفاع تراك الفيديو، بضغط على كنترول بلس. كنترول بلس بتزود لي ارتفاع الفيديو. في ناس بتحب تشتغل كده، ما بحبش اشتغل كده، وفي ناس برضو بتحب تشتغل وارتفاع الصوت كبير. هنعملها ازاي؟ من الت بلس، الت بلس. ولو عايز اقلل المساحه الت ماينس. وبالنسبه للفيديو برضو كنترول ماينس كنترول بلس. فاللي انت عايزه اشتغل بيه. تعال بقى نخش في كام شورت كات هيسهل معاك جدا. طيب نفترض ان انت بتقط فيديو، فهتجيب الريزلت تول، هتضغط هنا على حسب القطايه، وبعدها ترجع تجيب موف تول، وبعد كده تدوس على دي وديليت، وبعد كده فراغ وديليت. شفت استغليت وقت قد ايه عشان اعمل كات؟ وقت كبير جدا. يعني انت لو بتمنتج فيديو او بتقط فيديو هياخد معاك مده طويله جدا. تعال نحل المشكله دي. نحلها ازاي؟ بكل سهوله نخش على ايديت كيبورد شورت كاتس. دي اللي هي اعدادات الشورت كات عموما، لازم تكون عارفها. اول حاجه هنبحث عن اد ايديت، هي دي. شوف عايز تخليها بشورت كات ايه. لو انت عايز تخليها بشورت كات عموما تضغط في حته فاضيه هنا وتضغط على الحرف اللي انت عايزه، بس انا عاملها على الدي وهقول لك ليه كمان شويه. اوكي. فبالتالي لما هاجي اضغط دي هنا القط بتتعمل. بس همسح ازاي بقى؟ لو عملت بديليت في فراغ لازم امسحه. طيب لو انا عايز الزق او لو عايز امسح وفي نفس الوقت يتلحم، تعالى معايا برضه هنخش على ايديت كيبورد شورت كاتس وهنبحث عن حاجه اسمها الريبل ديليت. هي دي عندي، هتلاقي عندك بشيفت ديليت، بس انا عملتها حرف الاس. ليه؟ لان انا دايما بحب في منتجه ماشي كده، دي اس الحرفين جنب بعض عندك في الكيبورد، فدي اس. فاللي انت عايزه اشتغل بيه. فبرضه عايز تضيف حته فاضيه تضيف، لكن انا ضايف الاس اوكي. فبالتالي القط معانا بقت شكلها عامل ازاي؟ اهي كده الدي ودي تاني واضغط اس. ركز تاني، دي اس. الاس تريبل ديليت بيمسح وبيلحم في نفس الوقت. طيب لو انت مش عايز تلحم هتدوس ديليت عادي زي ما انت كنت شغال في الاول. فحركه زي دي، الحركتين الاتنين شورت كات دول هيسهلوا معاك الدنيا جدا. الشورت كات اللي بعده اسمه الاوديو جين. فلو عايز تجيب اوديو جين هتضغط على تراك الصوت وبعدين هتدوس على حرف الجي. ايه هو الاوديو جين؟ الاوديو جين بتحكم في علو ووطي الساوند اللي عندك. فمثلا لو عايز اخليه مثلا ماينس 10 انتر كده، لو لاحظت كده الفيديو بقى صوته واطي. اسمع كده. فلو لاحظت ان الفرق بين بعد وقبل. طيب لو انت مش عايز تعلي وتوطي كده، هتلاقي عندك هنا خط كده تنزله هتوطي برضو منه اهو. موضوع سهل جدا ومفيش ابسط من كده. الشورت كات اللي بعده اللي هو تراك فورورد تول وتراك باكورد تول.
طيب هنعملها ازاي من الايديت وكيبورد شورت كات؟ هعلمك ازاي نعملها الاول وبعدين هقول لك ايه بنستخدمها في ايه. فهي التراك، فعندنا تراك باكورد تول اللي هي شيفت وايه، وتراك فورورد تول اللي هي الايه بس. فشوف انت عايز تخليها باي حرف انت براحتك زي ما علمتك. طيب ايه هي التراك فورورد وباكورد؟ طيب لو انت مثلا واقف عند فيديو زي ده وعايز تحدده هو وكل اللي بعده، فمش هتقعد بقى تعمل كده، ادمت اول حركه دي يا باشا. طيب هنعمل ايه بكل سهوله جدا؟ هنضغط على الايه اللي هي الفورورد عشان احنا جهه اليمين، الايه، وهنضغط على الفيديو ده، هتلاحظ ان كل اللي بعده اتعمل معانا. طيب الباكورد بيعمل ناحيه الشمال، فلو دوسنا شيفت ايه هتلاقيه جبنا الباكورد. فلو دوسنا هنا عدد لي الفيديو هو وكل اللي قبله، زي ما انت ملاحظ كده كله متحدد معانا بالشكل ده بمجرد ضغطة زرار واحدة. تعال بقى للشورت كات اللي قبل الاخير وهو تسريع وتبطيء الفيديو. طيب هتقول لي مش محتاجه شورت كات، بضغط كليك يمين وسبيد ديوريشن وبحدد النسبة من السبيد بتاعتي، بس انا بقول لك الحركة دي مش حلوة. والله يا صاحبي مش حلوة. ليه؟ لان انت افرض عايز توصل الفيديو بتاعك لمرحلة زمنية معينة، يعني مثلا الدقيقة 3 الثانية 3 الفريم 16، تقعد تكتب كل ده وكمان تقعد تبحث عليها وهتضيع وقت كتير. طيب هنعملها ازاي؟ هندوس بس من الكيبورد حرف الار، فهتلاحظ ان هو جاب لي طول غريبه كده. فلو جبت الشمال من ناحيه اليمين، ركز معايا، لو الشمال كان من ناحيه اليمين الفيديو هيسرع معانا. فلو شغلته اهو الصوت بقى زي العرس اهو حضرتك اهو عشان تبقى مبسوط يعني. لو انا عايز ابطئه برضو من ناحيه هيبقى من ناحيه الشمال، هنسحب للشمال برضو اهو بكل سهوله جدا، فهتلاحظ ان هو بطيء. فاحسن من انت تقعد تدوس على كليك يمين وسبيد ديوريشن تحدد النسبه وتحدد النسبه بقى المتوافقه مع الوقت ده، فدي سهله جدا مش تاخد منك مجهود. واخر شورت كات اللي هي تعتبر السهله بقى واللي هنحل بيها، لو انت واقف عند اي اداه من دول وعايز تجيب الموف تول عشان تضغط على الفيديو، بدل ما تحرك الماوس وتدوس على الموف تول هتضغط على حرف الفي يجيب لك الموف تول على طول. تركه سهله بسيطه بس برضه توفر عليك وقت. بس كده، يلا اشوفكم بقى فيديو جاي، فيديو يبقى اقوى من ده ان شاء الله وانتوا تحبوه. اشوفكم فيديو جاي ويلا سلام.